حلو كده، انت صح، انت كده جميل. طلعت في التلفزيون اهو يا باشا، اتشهرت جدا، اتعمل عليك حفلة. من الاخر انت كده تمام، صح. شجع الزملكاوي اللي كان راح يشجع الوداد يا جماعة، طلع مع خير رمضان وقال لك انا لا ليا في اي حاجة، وانا لا من رابطة ولا نيل، انا جاي المغرب صدفة اصلا. بس صدفت يعني مع ماتش الاهلي، ولقيت مش عارف مين بيشتم ايه، فقلت ادخل اعمل فيها البطل عشان اركب الترند وبتاع، ولكن اتحفل عليا في المطار. المهم خد برضو اللي فيه النصيب وبتاع، واتكل على الله ومشي. خلاص يا جماعه، ما نكبرش الموضوع اكتر، ما نديش الموضوع اكتر من حجمه يعني. لان هدف الراجل ده واضح جدا، هدفه واضح، معروف هو جاي يعمل ايه. معروف هو جاي يتشير، هو اكيد قال كده يعني لاصحابه وحبايبه. هو جاي يتشير، جاي ياخد شهرة، جاي ياخد ترند، يركب ترند، يبقى هو أيقونة البطولة. سبحان الله ولا إله إلا الله واستغفر الله العظيم يا رب. فعلا هو بقى أيقونة البطولة، مشجع الزملكاوي. مشجع الزملكاوي، انت فاهم؟ شفت يا زمالك، حتى جمهورك بيعمل فيك ايه. اي حد يا باشا عايز يعلى ويركب، انت فاهم، يتمسخر بيك، يتمسخر بالزمالك، يقل من الزمالك علشان يوصل. هي كده بقت قاعدة خلاص يعني. فهمنا اذا كان رئيسنا ناديك بيعمل كده يا عم. يا عم وتقولي في الاخر القطب التاني. صباح الفل.